ده شيخ أفاق. الفنان لطفي لبيب المسيحي المصري طلع كان بيعلمنا الأدب وبيعلم الفنانين الأدب وبيعلم الفنانين ازاي يبقى عندهم مبادئ ويحترموا قيم ومبادئ وأخلاق المجتمع اللي هم عايشين فيه، بس للأسف ما كانش حد واخد باله. قناع ولا اقتناع رفضك لتقديم دور شيخ احتراما لدين الإسلام؟ معلش نفهم السؤال، بتقول له قناع ولا اقتناع؟ يعني انت مقتنع ان انت تحترم دين الإسلام ولا انت واخده كقناع علشان تحمي نفسك؟ طبعا طبعا. ايه وجهة نظرك في ده؟ وجهة نظري ان ده شيخ أفاق، فما تجيبنيش انا اعمله، ما ينفعش. يعني باختصار الفنان طلع من حقه ان هو يبقى عنده مبدأ، ده لو هو عايز ويحترم المجتمع اللي هو عايش فيه. ان ده شيخ أفاق، فما تجيبنيش انا اعمله، ما ينفعش. الدور كان كده، الدور كان دور شيخ أفاق. ما تجيبنيش انا اعمله، لا مش ما لسه ينفعش. بتقول ان حاول تتذائب عليه دلوقتي وتقول له طب ما انت قلت ان الفن عايز جرأة وان الفنان بيعمل اي حاجة وكل حاجة. الفن محتاج جرأة؟ دي الجرأة حاجة واللياقة حاجة تانية. الجرأة حاجة واللياقة واحترامك لنفسك حاجة تانية. اسمعوا يا جماعة، الجرأة مش معناه أتجاوز اللياقة، واللياقة ما يصحش، أنا ماليش دعوة. طب والشيخ الفاسد أو الأفاق مش محتاج ان فنان يلعب دوره علشان يعكس الشخصية دي ويوريها للمجتمع؟ حد غيري يعمل ده. حد غيري يعمل ده مش انا. تعالوا نشوف السبب اللي هيقوله. لسبب بسيط، ان جمهورنا ما بيفصلش ما بين الممثل والشخصية. بيقول لك مجتمعنا ما بيفصلش ما بين الممثل والشخصية. تخيل لما احترم فكرك او احترم ثقافتك حتى لو مش مناسباني. هيقول لي امير دي تقية، هقول له يا باشا حتى لو تقية من حقه، يعني مش هو ده مربط الفرس. الفنان لطفي لبيب في دقيقة ونص ادانا محاضرة في الادب وفي احترام ثقافة الغير، منتهى الرقي.